أهلا بيكم في دردشة جديدة. النهاردة هنتكلم عن فكرة بصراحة مغرية جدا وموجودة دلوقتي أكتر من أي وقت فات. أهلا بيكي. فعلا فكرة منتشرة. فكرة إن أي حد ممكن يعمل قناة يوتيوب وينجح ويكسب منها كمان من غير ما يبان بوشه أو حتى صوته. بالظبط. وكل ده بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في محتوى كتير بيتكلم عن الموضوع ده الفترة دي. تمام. إحنا النهاردة بنغوص في محتوى معين بيشرح الفكرة دي. عنوانه كان حاجة زي اعمل قناتك بدون ما تظهر وابدأ تكسب من يوتيوب باستخدام الذكاء الاصطناعي. خلينا نشوف كده إيه القصة بالظبط. تمام. الفكرة ببساطة يعني إن ال AI بقى بيقدر يشيل عنك شغلانات كتير قوي في عملية صناعة الفيديو. شغلانات زي إيه؟ يعني مثلا كتابة السكريبت. أدوات زي تشات جي بي تي ممكن تطلع لك سكريبت كامل عن أي موضوع تقريبا. تشات جي بي تي معروف طبعا. وإيه كمان؟ وبعدين تاخدي النص ده وتحوليه لصوت مسموع. في أدوات زي 11 لابز أو بلاي اتش تي بتعمل كده، وبتطلع أصوات يعني شبه طبيعية. شبه طبيعية يعني مش صوت روبوت كده؟ لا، التكنولوجيا دي تطورت جدا. الأصوات بقت مقنعة بصراحة في حاجات كتير، ومش بس كده، ده كمان في أدوات بتساعدك تجمعي صور وفيديوهات مناسبة للكلام وتعملي المونتاج الأساسي. زي إيه الأدوات دي؟ عندك مثلا بيكتوري أو إنفيديو، دول متخصصين في تحويل النص الفيديو. أو حتى ممكن تستخدمي كانفا أو كاب كات ويب لو ليكي في التصميم والمونتاج شوية. طيب هل ده ينفع لأي نوع محتوى؟ يعني المحتوى اللي بيعتمد على الشخصية والكاريزما صعب يتعمل كده صح؟ أكيد طبعا. المصدر اللي بنتكلم عنه بيقترح أنواع قنوات مناسبة أكتر للطريقة دي. يعني مثلا قنوات المعلومات العامة والحقائق السريعة. اللي هي بتبقى صوت بيشرح وصور بتتعرض. بالظبط. أو قنوات مراجعة المنتجات اللي ممكن تعتمد على صور المنتج والسكريبت المكتوب. تمام، وإيه كمان؟ ممكن محتوى تحفيزي، ديني، تعليمي، أو حتى قنوات القصص، قصص قصيرة، قصص رعب. الحاجات دي بتعتمد أكتر على السرد والمحتوى نفسه، مش على الشخص اللي بيقدمه. فهمت. يعني التركيز كله على القصة أو المعلومة. طيب لو حد عايز يبدأ، إيه الأدوات الأساسية اللي لازم تكون عنده؟ نلخصهم تاني كده. ChatGPT لكتابة السكريبت. تمام. أداة تحويل نص لصوت زي 11 Labs أو Play HT. أوكي. أداة تحويل ده كله لفيديو زي Pictory أو InVideo أو Canva أو CapCut Web. حلو. ناقص حاجة. تصميم صورة مصغرة أو thumbnail جذابة، دي مهمة جدا. ممكن تتعمل بكانفا أو أدوات متخصصة زي Thumbnail Point AI. وطبعا يوتيوب ستوديو عشان إدارة القناة نفسها. أكيد ده الأساسي. طيب جميل. نمشي خطوة بخطوة بقى. لو أنا عايز أعمل قناة بالطريقة دي، أبدأ إزاي؟ بصي، الخطوات اللي المصدر بيقولها واضحة. أول حاجة، تختاري مجال أو نيتش للقناة، يعني موضوع محدد يكون عليه طلب وفي ناس مهتمة بيه، يعني مش أي موضوع خلاص. لا، الأفضل تتخصصي في حاجة. تاني خطوة، تستخدمي ChatGPT عشان يكتب لك سكريبت الفيديو. تمام. تالت خطوة، تاخدي السكريبت ده وتحوليه للصوت بأداة تكست سبيتش. وبعدين حتة الفيديو بقى. رابع خطوة، تجميع المواد المرئية، صور أو فيديوهات ليها علاقة بالموضوع. أدوات زي بيكتوري ممكن تساعد في ده أوتوماتيك أو شبه أوتوماتيك، أو ممكن تجمعيها بنفسك. من مواقع الستوك فيديوز والصور يعني. بالظبط. خامس خطوة، شوية مونتاج بسيط، تضيفي موسيقى خلفية هادية، ممكن انتقالات بسيطة بين المشاهد. تظبيط يعني. أيوة. سادس خطوة، تصميم صورة مصغرة قوية جدا زي ما قلنا. عشان تشد الناس تفتح الفيديو. بالظبط. وسابع خطوة، ترفعي الفيديو على يوتيوب. والأهم بقى، تكرري العملية دي بانتظام. المصدر بيقترح على الأقل مرة في الأسبوع. بالاستمرارية مهمة يعني. جدا. هي مفتاح النجاح في يوتيوب عموما. طيب نيجي للسؤال المهم، الفلوس. هل الموضوع ده فعلا ممكن يكسب؟ يعني هل في قنوات شغالة كده فعلا وبتعمل فلوس كويسة اللي بيسموها faceless channels؟ المصدر بيأكد إن في آلاف القنوات اللي شغالة بالطريقة دي وبتحقق أرباح كويسة جدا، ممكن توصل لآلاف الدولارات شهريا بعد فترة طبعا. بجد؟ آلاف الدولارات؟ آه بس ده بيجي بعد تحقيق شروط يوتيوب للربح، اللي هي 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة علنية في آخر 12 شهر. الشروط المعروفة. الفكرة إن الذكاء الاصطناعي قلل قوي من المجهود والتكلفة وصعوبة البداية. يعني بدل ما تحتاجي كاميرا وإضاءة وميكروفون وبرامج مونتاج معقدة، لا، بقى في أدوات أسهل وأرخص بكتير. يعني هو فتح الباب لناس أكتر ما كانتش هتقدر تبدأ بالطرق التقليدية. بالظبط كده. طيب عشان الواحد ينجح بقى بالطريقة دي، هل مجرد استخدام الأدوات كفاية ولا في نصايح تانية مهمة؟ لا طبعا، الأدوات لوحدها مش كفاية. المصدر بيشدد على كام نقطة.
لا طبعا الأدوات لوحدها مش كفاية، المصدر بيشدد على كام نقطة. أولاً تركزي على مجال مطلوب أو ترندنج عشان توصلي لجمهور أسرع. اختيار النيتش. تاني. أيوة. ثانياً الاهتمام جداً بجودة المنتج النهائي، يعني حتى لو الصوت AI لازم يكون واضح ومفهوم والمونتاج كويس ومفيش أخطاء تخلي المشاهد يزهق ويمشي. الجودة مهمة عشان المشاهد يفضل متابع. مظبوط. ثالثاً العنوان والصورة المصغرة، دول ممكن يخلوا الفيديو ينجح أو لأ. لازم يكونوا جذابين جداً وبيشدوا الانتباه. هما الواجهة فعلا. ورابعاً زي ما قلنا الاستمرارية، النشر بانتظام هو اللي بيبني القناة وبيخلي يوتيوب يقترح فيديوهاتك أكتر. يعني نقدر نقول إن خلاص حاجز الخوف من الكاميرا أو اللي صوته مش عاجبه أو اللي ما عندوش إمكانيات كبيرة، كل دي ما بقتش عوائق حقيقية. إلى حد كبير جداً. الذكاء الاصطناعي فعلاً شال الحواجز دي أو على الأقل قللها قوي. دي حاجة مبشرة بصراحة. جداً. بس برضو خلينا واقعيين، الموضوع مش مجرد ضغطة زر وخلاص الفيديو بقى جاهز وناجح. أكيد طبعا. يعني لسه في مجهود لازم يتبذل ووقت، والأهم من الأدوات نفسها هو الذكاء في استخدامها. يعني تختاري محتوى كويس فعلا تقدميه بشكل يجذب الناس، تفهمي جمهورك عايز إيه. يعني الأدوات بتساعد، بتسرع، بتسهل، لكن العقل البشري والإبداع لسه ليهم دور أساسي. بالظبط. اللمسة الإبداعية، القيمة الحقيقية اللي بتقدميها، فهم الجمهور، دي حاجات ال AI مش هيعملها لوحده. دي بتعتمد عليكي وعلى مجهودك وذكائك في الشغل. وده يخلينا نفكر في نقطة أخيرة كده. مع السهولة دي في الإنتاج ومع كترة القنوات اللي ممكن تتعمل بنفس الطريقة بال AI، المنافسة هتزيد أكيد. بالظبط. فالسؤال بقى، إزاي الواحد يقدر يحافظ على بصمته الخاصة؟ إزاي يقدم حاجة مختلفة ومميزة فعلا وسط كل المحتوى اللي ممكن يبقى شبه بعضه ده؟ ده سؤال مهم جدا ومحتاج تفكير فعلا. إزاي نحافظ على الأصالة والتميز في عصر المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ نقطة نسيبها مفتوحة للتفكير. شكرا جدا على المناقشة المفيدة دي. الشكر ليك.